ايه ده ايه ده ايه ده، هو لسه في حد بينظف بالطريقه دي؟ خلاص زمن المعاناه انتهى. بتسالوني دايما بشفط كل الميه اللي على الارض دي ازاي؟ انا ولا كاني دعكت الفانوس طلع لي مكنسه احلامي واحلام كل ست بيت بتحب تشوف بيتها دايما نظيف. المكنسه بتشفط الميه والصابون والرغاوي اللي على الارض كلها. انسي بقى تعب التنظيف ووجع الظهر ولم الميه بالفوطه بالساعات من على الارض. المكنسه هتقوم بالمهمه دي وانتي واقفه في مكانك، وكمان في ايدك كوبايه عصير. طبعا كل مره بنمسح فيها الارضيه لازم نستنى لحد ما تنشف عشان نفرش السجاد. المكنسه نشفت الارض بنسبه 100%. قوه شفطها 1900 واط. شايفين اللي شفطته؟ انا انبهرت بجد. المكنسه صناعه كامله تركي من البيت التركي. صلوا على النبي كده معايا عشان لسه في مميزات كتير قوي في المكنسه دي. هي مش بس بتشفط الميه، دي بتشفط التراب. قوه شفطها رهيبه رهيبه بجد. المكنسه جاف ورطب بتمسح وتلمع الارضيات. الكيسه دي للاتربه بتتركب لو هنكنس الشقه، ولو عايزين نشفط الميه هنشيل الكيسه دي خالص. المكنسه بتغسل السجاد وبتنشف السجاد. معاها فرشه كمان صغيره كده لتنظيف الكنب والمراتب والستاير، ومعاها كمان القطعه الرفيعه دي علشان ننظف بيها الاماكن الضيقه زي مثلا المجرى بتاع الشبابيك. وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان المكنسه فيها خاصيه البالور، وبصراحه الخاصيه دي اول مره اشوفها. دي بتخلي المكنسه تطلع هواء بقوه. شايفين قوه الهواء اللي طالعه عامله ازاي؟ ودي كمان علشان تكنسي السلم وتطردي التراب بمنتهى السهوله. انا لما عرفت سعر المكنسه قلت مستحيل، ايه السعر ده؟ مكنسه اوركا مش هتلاقوها غير عند البيت التركي. هتلاقوني عامله له منشن تحت في الكابشن.